بصراحة لما بدأنا فكرة الفيديوهات دي على السوشيال ميديا ما كناش متخيلين انها هتوصل بالشكل ده. احنا في الاول كنا بنحاول نقرب المكتبة من الناس، نعرض لهم الكتب الجديدة، المنتجات المختلفة، ونخلي كل حاجة تخص المكتبة سهلة وقريبة منهم. مش بس كتب، لكن نوتس، ادوات، دفاتر، حاجات ممكن تساعد اي حد، طالب، ولي امر، مدرس، او حتى حد بيحب المجال. لان الفكرة مش في المنتج نفسه، الفكرة في الوعي اللي وراه. ودايما في فكرة صغيرة، وعي او رسالة، ازاي تختار صح، وازاي تستفيد، وازاي الحاجات دي ممكن تضيف لك في حياتك، في شغلك، او حتى دراستك. وبصراحه التفاعل اللي شفناه من الناس هو اللي خلانا نكمل. رسائل، تعليقات، مكالمات، كلها بتقول ان الناس بقت حاسه باللي احنا بنقدمه. الطلبه، المدرسين، اولياء الامور، كل واحد شايف في اللي احنا بنعمله فايده بطريقه تخصه. وده اكبر نجاح بالنسبه لي، ان المحتوى بقى ليه فايده مش بس مشاهده. وسط كل ده حقيقي لازم اشكر الناس اللي ساندتنا من اول يوم، اللي شجعتنا وشاركت فيديو او حتى قالت كلمه طيبه. الكلام ده هو اللي يخلينا نكمل ويأكد اننا ماشيين في طريق صح. السنه اللي فاتت كمان عملنا كشكول اسلام اللي كسر الدنيا، الكشكول اللي الناس حبته وخلص من السوق بسرعه جدا، وخصوصا تصميم فلسطين اللي افتخر ان انا اللي صممته بنفسي. لكن المره دي اللي جاي مختلف، كشكول اسلام راجع بشكل جديد وفكره اقوى ومخصص لخدمه الطلبه. خليني اقول لكم بوضوح ان النسخه اللي جايه دي هتكون مفاجاه جدا للطلاب، وخصوصا طلاب الثانويه العامه. حاجه قويه جدا اتعملت بفكر جديد لخدمتكم في المذاكره. وكمان موفرين نوتس وادوات جديده، مش بس عشان البيع، لكن لاننا عايزين المكتبه ترجع تبقى مكان ينفعك في كل شيء، تعليم، شغل، فكره، او حتى لحظه الهام. في النهايه اللي بنقدمه مش بس منتجات، احنا بنقدم فكر، رؤيه، وعي بسيط نوصله للناس كلها. عشان كده دايما بنقول المكتبه مش رفوف كتب بس، المكتبه مكان له بصمه. سلام.